تخيل معايا كده وانت داخل المتحف المصري الكبير اللي هو اصلا صرح ثقافي عالمي، مش مجرد مبنى. اول حاجة بتخطف عينيك هو الدرج العظيم. ده مش مجرد سلم تطلع عليه وخلاص، لا، ده معمول بتصميم هندسي فظيع عشان يمثل رحلة المصري القديم بعد الموت ورحلته للخلود. الدرج ده عبارة عن 4 أدوار، كل دور فيهم بيحكي جزء من القصة. الدور الأول بيحكي بداية الرحلة، وهنا بتشوف ازاي المصريين القدماء كانوا بيتعاملوا مع فكرة الموت والحياة التانية. والدور اللي بعده بيحكي عن الرحلة للعالم الآخر، وانت طالع السلم بتحس انك بتسافر عبر الزمن. تماثيل الملوك والآلهة العظام واقفة على الجوانب، كأنها بتستقبلك أو بتودعك في الرحلة دي. والنهاية هي قصة الخلود. في الآخر بتوصل لفوق خالص، وده اللي بيمثل الوصول للحياة الأبدية أو الخلود. الدرج ده عظيم لأنه بيحتوي على قطع أثرية، مش بس تماثيل صغيرة. دي قطع أثرية ضخمة وقيمة جدا محطوطة على الدرج ده، منهم 61 قطعة لمختلف ملوك مصر القديمة. إنما بقى تصميمه الذكي اللي المهندس صممه علشان الزائر وهو طالع يحس فعلا بالارتفاع والعظمة دي، وكأن السلم ده هو الطريق للسماء أو العالم الآخر. ومن فوق الدرج ده بتشوف منظر تحفة لهضبة الأهرامات، ودي اللي بتخليك تحس إن التاريخ كله متجمع في مكان واحد. باختصار، الدرج العظيم ده مش سلم، ده تجربة بتاخدك في قلب الحضارة المصرية، وبتخليك تعيش الحكاية بعينك وبقلبك. مكان يستاهل الزيارة والتصوير، وحقيقي حاجة متتكررش في أي متحف تاني في العالم. وبس كده، متنساش تصلي على النبي. سلام.